في الشأن الرياضي تنظم مدرسة أسا لكرة القدم دوري لاكتشاف والتنقيب عن المواهب الكروية طيلة شهر رمضان المبارك بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة ومديرية قطاع الشباب. رصد لأهم لحظات هذا الدوري في ريبورتاج محمد بتاح ومحمود شراكي. الفن والإبداع الكروي بكل تجلياته في تنظيم دوري المدارس الكروية من طرف مولودية آسا، والذي يخص الفئات الصغرى والمواهب الكروية التي أثثت البساط الأخضر بلقطات ومهارات وفنيات أظهر من خلالها ومن خلال المباريات عن تحسن مستواهم وإعطاء العبرة لبقية ممارسي كرة القدم أن جيل واعد قادم ليؤثث المشهد الكروي بالمنطقة. الدوري الرمضاني بآسا يدخل في إطار عمل تشاركي بين مولودية آسا والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة وقطاع الشباب بالمدينة. دوري منظم تحت شعار المدارس الكروية، يعني منجم لصنع الأبطال، وهي فرصة كذلك لاكتشاف بعض المواهب التي تزخر بها يعني المدارس الكروية خصوصا على مستوى الإقليم، التي تعد يعني مشتلا لصنع أبطال ممكن على أنهم في قادم الأيام وقادم السنوات على أنهم يعني يشرفون أو يمثلون الفرق المحلية. أنا فرحان لأني شاركت في الدوري هذا اللي نظموا فريق مولودية أسا لكرة القدم، لأننا كنتجمعوا في رمضان وكنبقاو نلعبوا بيناتنا. كنشكر المدرسة ديال مولودية أسا على هذه الاستضافة ديال هذا الدوري، وكنشكر كلشي المؤطرين لأنهم نظموا لنا هذا الدوري اللي غادي يبين لنا بزاف ديال المواهب اللي هما أصلا جواهر كاينة في هذه المدينة الجميلة. دوري رمضاني يعرف مشاركة مكثفة للفئات الصغرى، ويأتي هذا العمل التشاركي للمساهمة في إبراز مواهب كروية وصقلها وإعطائها فرصة للاحتكاك وإبراز مؤهلاتها.